لو ست وحيدة عايشة مع كلبها جاكس، والدنيا بتمطر جامد. بتطلع صندوق من جنينتها وبتبتدي تحرق شوية ورق رسمي. بتسن سكينة وبتنظف مسدساتها، واللي بتحضر له بيطلع محاولة لإنهاء حياتها لما بتوجه المسدس على نفسها. تاني يوم الصبح صوت طلقة بيرن، بس الحمد لله ده مجرد لو بتصطاد غزال. بتقول لجاكس إنها غلطت الهدف ب4 بساط، وهي ماسكة معصمها قبل ما تاخد الغزال للبيت. باين عليها عندها خشونة. بعد كده في اليوم بتروح البنك تسحب كل الفلوس اللي في حسابها. انتباهها بيتجه لأخبار عن الحرب. بره بتقابل الشريف رانكن اللي بياخد باله من معصمها وبينصحها تجرب اسوارة نحاس اللي نفعت معاه هو في خشونة مفاصله. بس لو مش مهتمة، وهي ماشية بالعربية راجل واقف عند تليفون عمومي بيبص عليها بتركيز. الراديو بيحذر من عاصفة ضخمة متجهة لشمال غرب المحيط الهادي الليلة، الأكبر اللي المنطقة شافتها من سنين. السكان بيطالب منهم يقعدوا في البيت مع توقع انقطاع الكهرباء وفيضانات في المناطق المنخفضة. خدمة العبارات لجزر سان هفوان متوقفة لأجل غير مسمى عشان هم في مسار العاصفة مباشرة. هنا عايشة قريبة مع بنتها في بيلعبوا سكوغماية قبل ما يجهزوا المشمعات للعاصفة. في بتسأل عن أبوها اللي مشي من 2 بحجة إنه بيدور على كنز، بس هناء بتغير الموضوع وبترجع تلعب. لو صاحبة الأرض بتاعتهم بتعدي تفكر هناء إن الإيجار مستحق بكرة. هناء بتطلب مهلة بسبب مصاريف العاصفة، بس لو بترفض ببرود وبتقول لها تجيب الإيجار بكرة. ولو ماشية بالعربية قربت تخبط في اللي ظهرت فجأة في الطريق. هناء بتزعق فيها بغضب عشان السرعة. يا خراشي على السرعة، وانت عارفة إن في طفلة قريبة. بس لو بترد ببساطة إنها لازم تعلم في تاخد بالها من نفسها. في البيت هناء وفي بيلاقوا صاحب هانا كريس مستني. هانا بتدخل في جوه والشد باين بينهم. صوت في بيقطع وكريس بيسأل هانا إذا كانت قالت لفي عن أبوها ولا لسه، بس هانا ما بتردش. في نفس الوقت لو بتراقب كريس وهو ماشي من قدام بيتها. في الطريق كريس بيلاقي راجل واقف في المطر وبياخده معاه. جوه العربية بيتكلموا. كريس بيقول إن الست اللي بيحبها جوزها مات من 3 شهور وهي متدمرها عشان ابنها، وباين إنه بيتكلم عن هانا. لما الراجل بيشوف فرقة مزيكا بيحبها في العربية بيعلي الصوت ويهيص لحد ما نيته الحقيقية تبان، ويبتدي يخبط راس كريس بعنف في الدركسيون. في نفس الوقت لو بتحرق سون زيادة في البيت. سرحنا نرجع لهنا بتحاول تقول لفي الحقيقة عن أبوها، بس بترجع في كلامها وبدل كده بتقول إنه بيحبها وبيفكر فيها كل يوم. بيعملوا أساور صداقة، وفي بتعمل واحدة للو وبتقول إنها بتحبها بالذات عشان جاكس. لو بتكتب جواب انتحار لهنا وبتقول إن البيت بقى بتاعها، سايبة أكل لحمة يكفي جاكس لشهر وفلوس. بتعترف إنها عملت اختيارات هانا مش هتفهمها، بس بتصدق إن الماضي وراها دلوقتي. الحياة ممكن تكون قاسية، واللي خلاها شاطرة في حاجات خلاها فظيعة في حاجات تانية. بتنهي كلامها بإنها سابت الدنيا مكان أخطر. بالليل هانا بتغطي فيه، بس النور بيقطع فجأة. بتطلع بره تصلحه وبتوعد ترجع بسرعة، ومن غير ما تعرف حرامي بيتسلل جوه البيت. في بتسمع صوت وبتنادي، وهانا لسه بتشوف الكهرباء بتلاقي عربية كريس في نص اللامكان وحواليها دم، وبتتصدم لما تلاقيه مقتول جواها. مرعوبة بتجري راجعة وبتصرخ في. بس خلاص فات الأوان. المتطفل كان رش غاز في أوضة ليو. هناء بتلاقي فيه مش موجودة وسايب صورة تحت كتاب. في نفس الوقت ليو بتجهز عشان تنهي حياتها بجد المرة دي، بس هناء بتقتحم عليها الأوضة وبتتوسل ليها عشان تستخدم تليفونها وتكلم البوليس. للأسف العاصفة قطعت الخطوط. هناء بتكشف إن بنتها اختفت وإن فيليب أبو في هو اللي خدها، وهي لسه مذعورة. هناء بتقول إن فيليب المفروض ما يكونش عايش، بس هو لقاهم. وبتوري ليو الصورة اللي سابها وراه ومعها ورقة مكتوب فيها دوري. وكمان بتقول إنه قتل كريس، وبتتوسل عشان تاخد مفاتيح عربية ليو وتروح للبوليس. ليو بتقرر توصلها هي بنفسها، بس العربية بتعطل. ليو بتكشف على الموتور وبتلاقي لعبة في جواها ومتفخخة بعداد تنازلي، ولما بتفهم معناها بتقول لهناء تجري. بيتخبوا في آخر لحظة قبل ما العربية تنفجر. فيليب كان حاطط قنبلة في مكان تاني. فيليب يشغل تايمر وبيمشي على رجليه ومعاه في البيت. ليو بتحرر جاكس وبتبدأ تجهز. هناء بتفهم إن فيليب كان مخطط لكل ده من زمان. عايزة تروح للبوليس، بس ليو بتقول ما ينفعش عشان الطرق مقطوعة والتليفونات فاصلة. هم على بعد حوالي 15 كيلو من البلد، وفيليب بيبعد أكتر كل ثانية.
ليو بتصر إنها لازم تتعقبه، وبتقول لهناء تجيب بطاريات من المطبخ. وهي بتجمع الحاجات، هناء بتحكي إن فيليب كان من القوات الخاصة ومطلوب بتهمة تعذيب رهائن في أمريكا الوسطى، وهو خبير متفجرات مدرب تدريب عالي، وهي شايفة إن مفيش عندهم أي فرصة ولازم يجيبوا مساعدة متخصصة. وهما بيجهزوا ليو بتسأل إذا كان خد حاجة من الكرافان بتاعها. هناء بترد إنه خد بس اللعبة المحشية والبطانية بتوع في. ليو حاسة إن فيليب عايز في تكون مرتاحة، بس هناء معتقدة إنه عايزها ساكتة. وبينطلقوا في المطر ومعاهم جاكس وهناء بتحكي إن فيليب فجر شقته لما الحكومة حاولت تقبض عليه، ومستغربة إزاي لسه عايش. لو بتشم ريحة بنج في الأرض وفهمت إن فيليب أكيد بيضحك على في حاجة، لو عارف يهرب بيها من الجزيرة هيبقى صعب نلاقيه، وعشان المطار والمعدية مقفولين غالبا هيستخدم مركب خاص، يبقى أكيد رايح ناحية الساحل. عشان فيليب سابق بخطوة، لو بتقول لازم تلحقه، وبتوصي هناء تستنى مكانها، ولو الجو اتحسن تروح البلد وتكلم الضابط أول ما تشوف أول بيت. بس هناء مش راضية تسمع الكلام ومصممة تكمل عشان لازم تلاقي بنتها. لو بتحذرها إنها هتسيبها لو عطلتها، وبيمشوا مع بعض. في نفس الوقت في بتصحى لوحدها في أوضة مع فيليب. في الأول بتكون خايفة، بس هو بيهديها وبيوريها حاجة كان بيعملها زمان وهي صغيرة. هو عالي المقام، هو أبوها، وشها بينور، فرحانة إنه رجع من سفره. بيقول لها إنهم هيطلعوا سفرية تانية مع بعض. لما بتسأله عن هناء بيطمنها، وبيقول لها إنه ساب لها ورقة وعلامات عشان تمشي وراهم. صوت من الراديو بتاعه بيقطع كلامهم، وبيدي الفي سماعة في ودنها وبيشغل أغنية قبل ما يبعد. ولو هناء مكملين مشي، شافوا راجلين من بعيد. هناء عرفتهم، دول توني وجيري، كانوا بيخدموا مع فيليب وخطرين زيه بالظبط. لو بتلحق على هناء عشان توطي، بالذات بالجاكيت الصفرا الفاقع اللي لابساه، بس هناء خايفة يكونوا مجرد تمويه عشان فيليب يعرف يهرب بفيه. لو قررت تروح لهم لوحدها، وبتدي هناء مسدس وسكينة وبتوصيها تضرب في العين لو حد قرب. هناء مصدومة من خبرة لو، بس لو بتقول لها ده من أيام الكشافة وبتمشي. لو بتمثل إنها ست تايهة بتدور على كلبها، بتقرب منهم وبتطلب تستريح شوية من العاصفة. بيسمحوا لها تدخل عشان كام دقيقة كده ادت اسم مضروب مارثا فليمنج، ورمت كلمتين على الماشي. جابوا سيرة جوزها اللي المفروض موجود، بس الرجالة ما كانش ليهم نفس. سألوها بقالها قد ايه عايشة في الجزيرة، قالت لهم 32 سنة. توني فكر ده مكان كويس للاختباء، لكن جيري نفض لها وقال دي مجرد ست عجوزة. لول صفرت بخبز الجاكس، نباح وسمع من بعيد، نطت عاملة نفسها بتجري عليه، بس توني وقفها. أول ما مسكها ضربت على طول. جيري حاول يهجم، بس لول ضربه بالنار. بعدين اتخانقت مع توني خناقة بالإيد جامدة، وفي الآخر غلبته. لما سألته فيليب رايح فين، توني اعترف إنه رايح خليج النسر، ولو خلص عليه. هناء وصلت واتصدمت من المنظر. لو ولا هممها، قالت لها الموضوع كبر شوية. هناء سألت لو جيري قال حاجة، بس لو قالت لأ، وادت لها شنطة تفرزها بره. جوه لو لقت كارت عليه علامات غريبة ومكتوب العادة القديمة بتموت بصعوبة. دي رسالة واضحة من فيليب، بس ما خبرتش هناك. طلعت بره، شافت هناء بتحاول تستخدم الراديو، بس قالت لها تقفله. هناء اعترضت وقالت ممكن نوصله للشريف، بس لو حذرتها وقالت ممكن ده ينبه فيليب، ده احنا ان الجو وحش فمش هيعرفوا يوصلوا لرانكن. ولو تربط المسدس بتاعها تاني. هناء قالت لها انها كانت في الكشافة برضو، بس ما كانش فيها خناقات بالايد ولا قتل بادوات البيت. سألت لو بصراحة كانت في أي فرع من الجيش. لو ما بقاش قدامها حل، فاعترفت في الآخر إنها كانت في المخابرات العامة وخدمت 26 سنة في الميدان كجاسوسة. وهناء اتصدمت. في نفس الوقت فياس بتقول لفيليب يوقف عشان عايزة تعمل حمام، وهو مستني سمع تشويش في الراديو، وبعدين حتة ضعيفة من صوت هنا، بس العاصفة بوظت الإشارة. بص حواليه واكتشف إن في مش موجودة. اتخض وقعد يدور عليها، وارتاح لما لقاها في ركن ماسكة فراشة. افتكر جناحاتها مكسورة، وقال إن في الطبيعة ساعات الكائن بيكون متدمر زيادة عن اللزوم عشان يتلحق. كأنه بيتكلم عن نفسه. وافق إنه يحافظ على الفراشة، بس أول ما في راحت تعمل حمام حاول يطيرها. لما ما طارتش قام دايس عليها بكف إيده. في شافته من مكانها وشهقت، بس فيليب نفض الموضوع ومشيها بسرعة. وهما ماشيين هنا اتوجعت. لما لو سألتها نفضت الموضوع. فيليب ابتدى يبين وش تاني، وبدأ يتنرفز بعصبية على مشكلة، وخوف فيه. أصر إنهم ما يكملوا مشي من هنا ورايح. لو شافت هنا بتتوجع كدبت وقالت إنها محتاجة راحة عشان تدفى. هنا اعترضت، بس لو أكدت لها إن فيليب كمان بياخد راحة، وكشفت إنها كانت ماشية ورا أثره. لو حاولت تولع النار بالسيجارة بتاعتها، بس كانت بتعاني من وجع مفاصلها، وقعت العيدان في المية، وده خلاها محبطة. هنا قلعت الحراب بتاعها وكشفت عن رجلها المتورمة وبتئن من الوجع.
لو لاحظت وقالت لها كان لازم تقولي من بدري. هانا اعترفت إنها ما كانتش عايزة تدي لو حجة عشان تسيبها، ولو مردتش بدل كده اديتها شريط لاصق وقطن، وفي الآخر عرفت تولع النار. وهما بيتدفوا لو لاحظت ندى في إيد هانا واستغربت ليه فضلت مع فيليب. كانت شايفة إن هانا كان لازم تسيبه من زمان، بس هانا ردت عليها وسألتها إيه اللي تعرفه لو عن العيشة مع حد زي فيليب. لما لو مردتش هانا قالت لها ما تحكمش عليها، كانت فاكرة إنها ممكن تصلحه عشان أول ما تقابله كان حنين وطيب، بس متبهدلة على الآخر. فترة طويلة حنان كانت فاكرة إن العيب فيها، عمالة تسأل نفسها ليه حبها ما كانش كفاية، بس أخيراً فهمت إن فيليب ده شيطان. مهما حبت فيه مفيش حب في الدنيا يقدر ينقذه من اللي حوله للوحش اللي هو فيه ده. لو بتسألها إذا كان عمره ما أذى فيه، وحنان بتقول لها لأ، على الأقل لسه. دايما بتوشوش فيه بكلام حلو لما فيليب بيدخل في مود من موداته، وبتحول الموضوع للعبة سخوباية عشان فيه ما تخافش. فيليب كان دايما بيهددهم بالقتل هما الاتنين لو فكرت تاخد فيه وتمشي. حنان بتسأل نفسها كان المفروض تعمل إيه بشكل مختلف، بس لو بتقول لها إنهم كلهم مروا بحاجات عمر الناس تانية ما هتفهمها، وبتطمن حنان إنهم هيرجعوا فيه. بيكملوا مشي لحد ما بيوصلوا لكوبري متهالك والمية من تحته بتجري بعنف. من غير تردد لو بتطلع عليه وبتشجع حنان إنها تتبعها. جاكس بيبدأ ينبح اعتراضا، بس لو بتأمره يروح البيت. حنان كانت هتقع في حتة فيها كام لوح خشب مكسور، بس لو بتساعدها تعدي، بس وجع مفاصل لو بيزيد وهي ماسكة في الحبل، فبتفقد توازنها، بتتخبط وتقع من على التل، بتنهج وبتكح من الوجع. حنان بتجري عنك بسرعة وبتترحم لما بتلاقي لو لسه عايشة. بتحاول تساعدها تقوم، بس لو بتزقها وبتعدل عظمها اللي اتخلع بنفسها وبتصرخ من الوجع. وبتحث حنان انها تقوم عشان يكملوا. ضيعوا ساعة ورا فيليب، ما ينفعش يضيعوا وقت اكتر من كده. فيليب وفي بيوصلوا لخليج النسر. في الوقت نفسه حنان بتحاول تستخدم الراديو تاني. لو مش مبسوطة، بس حنان بتصر انها ممكن تحاول من قمة الجبل عشان تطلب مساعدة بما ان الجو بدأ يتحسن. لو شايفة ان ده مضيعة للوقت، ما حدش هيسمعها. ودلوقتي هي دي العون الوحيد اللي عند حنة. لما وصلوا الخليج في الآخر ما لقوش حد. حنة افتكرت انهم ضاعوا منهم، بس لؤي أكد لها ما حدش يقدر يجي أو يمشي في المية الهوجة دي. حنة قعدت تفكر ايه كانت خطة فيليب، ولؤي أخدها لمركب مهجورة. جوه لؤي لقى كارت تاني. حنة شافت اللعبة بتاعت في واتجننت وقعدت تزعق باسم بنتها. لؤي غصبها تسكت وأصر ان فيليب يلعب بعقلها. حنة تحبطت وانهارت في العياط، ولؤي قعد يهديها. لؤي فهم انهم محتاجين مساعدة، فحفز حنة تطلع التل وتحاول تتصل بالراديو تاني. ادت لها التردد بتاع الطوارئ وقالت لها يتقابلوا تاني عند المركب. لما حنة سألتها هتعمل ايه، لؤي قالت لها محتاجة تستريح. انا محتاجة استريح. بس اول ما حنة مشيت لؤي بصت على الكارت وشافت الكلام مع بعض للأبد. انت اللي منورة حياتي. بدل ما تستريح لؤي عملت العكس تماما، جهزت نفسها وطلعت تدور على فيليب ولع نار وقعد ينحت في الخشب. لؤي لابسه النضاره لقت الرؤيه الليليه ماشيه بثبات في الضلمه. في الوقت نفسه حنة بتعافر عشان تطلع التله، وفي اللي بدأت تاخد حذرها من فيليب فضلت ساكته لما حاول يتكلم عن طبعات الإيد، وده خلى مزاجه يتقلب بسرعة. فوق حنة أخيرا وصلت لرتبة من خلال الراديو. بالرغم من التشويش والإشارات المتقطعة عرفت توصل الرسالة قبل ما الإشارة تروح. رانكن كلم النائب توريس بالراديو وأمره يصدر تنبيه سلكي في حالة إن مي اتاخدت بره الجزيرة، وكمان ذكر اسم لؤي في الآخر لقت النار اللي فيليب ولعها، بس اتعمل لها كمين من وراها. مسكها بالسلاح وقال لها تسلم السلاح اللي معاها. عملت زي ما قال وسألته عن في، طمنها إن في هتنام طول الوقت، وسألها ليه لؤي خانته. لؤي بهدوء اعترفت إنها كانت عارفة إنه هيجي ياخد حنا وفي في الآخر ومش هتعرف تحميهم للأبد. فيليب دمه فاير من الموضوع ده، شايف إن حنا ممكن تكون عاملة نفسها مش شايف الحقيقة، بس هو متأكد إنه شايفها كويس. لو بتقول إن حنا أصلاً مش عارفة هي مين، وده بيصدم فيليب وبيخليه يستوعب إنها لسه مش معترفة إنه ابنها. كده بقى الموضوع سخن. لو تسأله ليه خلاهم يتبعوه وبتقول له إنها مش عايزة تأذي فيه. فيليب يرد إنه كان قد فيه لما الرجالة خدوه وما كانوش طيبين معاه زي ما هو طيب، كان فاكر إن لو هتيجي عشانه بس ما جاتش. هي بتقول له إن ده كان فخ، ولو كانت حاولت تنقذه كانوا هيموتوا هما الاتنين. فيليب مش مصدقها، حاسس إنه كان مجرد كارت في مهمتها. هي بتقول له إنها خرجته من إيران، بس هو بيرد عليها إنها ما جاتش معاه، بيتهمها إنها اختارت المخابرات على ابنها، وحاسس إن الموضوع ده قلب عليها لأن مهمتها في إيران طلعت فاشلة. لو بتأكد إن حنا وفي مالهمش دعوة بغلطات الماضي، بس فيليب خلاص دماغه طارد، بيهددها إنه هيضربها بالنار لو اتحركت. لو بالراحة كده بتقول له يسيب في ويمشي، وبتقول له إنها ما عرفتش تحميه زمان بس ممكن تحميه دلوقتي. فيليب بيضحك باستهزاء وبيقول لها تسكت. هي بتشجعه إنه يضرب النار لو عايز، وبتقول له إن كان في بندقية متوجهة لراسها اللي فاتت.
فيليب بيتوتر اكتر وحاسس انها بتلعب بدماغه، بس لو بتقول له انها عرفت ان ده وقته لما سمعت انه فجر نفسه. كانت فاكره ان حنا وفي امان، يعني مهمتها خلصت، بس ده كان مجرد خدعه من فيليب. لو بتحاول تفكره بذكريات الطفوله، بس فيليب حاسس ان ده وقت النهايه ليهم كلهم كعيله. لو بيفكروا انه ابوه فيه، بس هو بيقول لها انها امه هي. وقبل ما يعمل اي حاجه مجنونه، لو بتهجم عليه وبيبداوا يتخانقوا. بعد خناقه متواتره، فيليب بيطعن له طعنة جامدة قوي، وهي تفتكر اليوم اللي اتخذت فيه وهو صغير. فيليب بيقول لها انه رايح المنارة، وبيأمرها تجيب معاه هناء هناك، وبعدين يختفي في الضلمة مع في. رانكن بيقابل توريس اللي بيقول مفيش اي نتيجة لغاية دلوقتي عن النشرة اللي طلعت. ال ATF اتخطروا بخصوص القنبلة والعربية، والطبيب الشرعي عرفوا عن جثة كريس. الفرقة هتنزل اول ما الجو يتحسن. مكالمة بتيجي من الشرطة الفيدرالية، بيبعتوا لغاية الصورة بالفاكس وبيطلبوا منه يتعرف على الست، بيأكد إنها لو. وبعدين بيبعتوا صورة تانية، صورة لفيليب، بس رانكن ما يعرفوش. لما بيسألوه إذا كانوا الاتنين مع بعض، رانكن بيقول مش متأكد، بس بيعتقد إنهم رايحين خليج النسر. بيتأمر يعمل حواجز ويمنع المدنيين من الدخول المنطقة، بس بيشرح إن هناء وبنتها المخطوفة موجودين هناك. بيتحط على الانتظار، وصوت تاني بيجي في الآخر وبيعرفوا مين فيليب ولو بجد. التحقيق دلوقتي تحت سلطة الشرطة الأمريكية، ورانكن بيتأمر يمنع أي حد بما فيهم إدارته من الاقتراب من خارج النسر. هناء بترجع وتلاقي لو مجروحة وتحاول تساعدها. بتسأل عن في، ولو بتقول إنها كويسة دلوقتي، بس هيتاخدوها للمنارة. هناء بتساعد تشيل السكينة وتبدأ. لو بتبعد بعدها مش عايزة مساعدة. في اللحظة دي هناء بتلاحظ كروت فيليب وبتسأل لو اللي بتكذب في الأول، بس هناء مش مصدقها خالص. مفيش حل تاني. لو بتعترف بالحقيقة عن إن فيليب ابنها، وده بيصدم هناء. بتتساءل إذا كانوا بيلعبوا بمكان له طول الوقت، ولو بتعترف إنها اللي وصلتها للجزيرة عن طريق صاحبة هناء اللي في المدينة. لو حاولت توقف فيليب بإنها تبتز المخابرات الأمريكية وتخليهم يحققوا في اللي عمله في السلفادور. هناء بتتعصب إن في دلوقتي مع فيليب، الراجل اللي خدتها منه عشان تحميها، عشان تحافظ عليها، وده كله بسبب لو. طلع فيليب هو الهوى برضه بسبب لو. هنا مستغربة ازاي لو كانت قاسية كده عشان تخبي ان في حفيدة بنتها وتعدي عليها كل يوم كأنها غريبة. لو بتزن عليها عشان تتحرك، بس هنا زهقت من لو فقررت تروح المنارة لوحدها. الصبح بدري لو صحيت على نباح جاك، ورانكن وصل بالعجلة. ساعتها تطلع بره وحذرها ان المخابرات بتدور عليها. اعترفت انها استخدمت مستندات كانت محتفظة بيها، دليل على تورط المخابرات في ارانكو. رانكن قال لها انهم بيقربوا وحط اسوره نحاس في ايديها. كذبت وقالت انها هتنزف لغايه ما تموت وبتترجاه يجيب لها اسعافات اوليه. لما دخل جوه، لو صفرت لجاك وبعدين خدت عجله رانكن وجريت بيها على المناره وسابته متغاظ. في المناره هنا سمعت في بتصرح وجريت على السلم. فوق شافت فيليب ماسك في. هنا طلبت حضن، بس فيليب منع في. سأل عن لو، عايزها تكون موجوده عشان يخلص كل حاجه. في بعياط قالت له انها عايزه تحضن هنا، وفي الاخر سابها، بس طلع ريموت قنبله بيخبيه عنهم. هنا بهمس قالت لي في لعبه، وفي فهمت بسرعه. في استأذنت فيليب عشان تدخل الحمام، وفيليب وافق وطلب منها ترجع بسرعه. اول ما في مشيت، هنا طلعت مسدس على فيليب. فيليب وافق انها مش هتضرب نار، فتقدم لقدام، بس اتفاجأ لما ضربته. حاول تاني وضربته طلقه تانيه جت في كتفه ووقع على الارض. فيليب اتهمها انها خدت في منه ودلوقتي بتضربه، بس هنا قربت منه وقالت له ألعيبك مش هتنفع، بس هو استغل ده عشان يقربها. سحب الخزنه، فكك المسدس وضربها في رجلها. اتخانقوا بعنف، بس فيليب سبتها وسألها فاكره الإحساس كان إيه؟ وسط دموعها بتقول فاكرة، وبعدين تغرس سكينة في إيده. هنا في سلوك بتشبك في الحديد وتهرب وتقفل الباب وراها. حنا بتدور على في، بس مش لاقياها في أي حتة. فجأة تسمع صوت صفارة القنبلة اللي تحت السلم، وتلاقي في مستخبية على المية. تشدها عشان يمشوا، بس يسمعوا صوت رجلين بتقرب، فتوقفها لحد ما في تستخبى. الحمد لله، ده لو بتجري بيهم، بس تقف لما ياخدوا بالهم ان فيليب جاي من نفس الطريق. تقول لحنا تجرب فتحة تانية، وحنا تعدي في منها وتقول لها تجري. في مترددة عشان عايزة حنا تيجي وراها، بس حنا مش عارفة تعدي وتلح عليها تستخبى. لو تكتشف ان القنبلة متفخخة، مش عارفة تفكها، بس ممكن تغير التردد. تطلب الراديو وتقول لحنا تروح تفتح البوابات بالعافية. فيليب يلاقي لو ويتكلم عن انه لازم ينهيها صح. يدوس على الريموت، بس يتجنن لما القنبلة ما تنفجرش. لو وحنا يزحزحوا ويخرجوا من المنارة ويسيبوا فيليب وراهم. طيارة CIA تقرب، ولو تكشف انهم ما كانوش هيسيبوها وفيليب عايش.
تلح على حنة تسهر، بس حنة تقول لها تمشي هي. لو ترفض تسيب حنة لوحدها، بس حنة تطلب منها تلاقي في وتحافظ عليها عشان رجلها مجروحة مش هتعرف تمشي وهتأخر. بس لو في الآخر تلاقي في كهف بمساعدة جاكسون وتحضنها بامد، تشكرها على شجاعتها وتطلب منها تروح تدور على العصاية. لما حنة تلحق بيهم في تحضنها جامد. لو تلف سلك حوالين العصاية وترفعها وتدوس على زرار في الراديو فتسبب انفجار في المنارة عشان تلفت انتباه CIA. تقول لحنة تمشي مع في وجاكس وتصر انها لازم تاخد بالها من فيليب، وتقول لها كمان انها سابت لها الجواب في البيت ولازم تتأكد إنها تلاقيها. قبل ما تمشي حنة بتقول لليو إياكي تموتي وتسيبيني عشان كل حاجة مهمة أهي قدامك. ليو بتوافق وبتودعها. تستنى فيليب ويبتدوا يتخانقوا في المية. يحاول يغرقها بس تضربه بصخرة. يفوق ويطعنها بصيخ حديد. توقفه وتشده ليها تحضنه. هو كمان يمسك فيها جامد وهي تعتذر. للأسف الهليكوبتر تفتح عليهم نار توقعهم في المية. بعدين حنة بتتكلم مع عملاء المخابرات هامبتون ولي، تقول لهم ليو ثابت كل حاجة ليها. رانكن يجيب تقرير الطبيب الشرعي عشان يسلم جثة فيليب. لما يسألوها عن مستندات المخابرات حنة تقول ليو تبقى جاسوسة فاشلة لو كانت جابت سيرة عنهم. لي تسيب الكارت بتاعها بس حنة ترميه أول ما الباب يتقفل. تكون لمت حاجتها ومستعدة عشان تنقل على سياتل. رانكن يشكرها على التأبين اللي عملته ليو. حنة تعترف إنها ساعات بتبقى زعلانة من ليو بس ساعات تانية بتوحشها. رانكن يفهم ويقول لها هي دي العيلة. حنة وفي وجاكس يركبوا المعدية عشان بداية جديدة. وهم ماشيين جاكس يفوق كده ويبص على البعيد. ست تظهر وهي بتبص من خلال منظار لابسة أسورة نحاس، جاهز تخسر حياة